مساء الفل عليكم، السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ وهنتكلم النهارده على مباراة مصر والسنغال، ويعني عامةً هنتكلم على الكرة المصرية وخلال الفترة اللي فاتت، بس قبل ما نبدأ أي حاجة لازم بنرحب بالدون حبيبنا وعودة حميدة، إزيك يا مليحلي عامل إيه؟ الحمد لله يا جوج، انت ايه اخبارك حبيبي؟ زي الفل والله، أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله. بتتاخر علينا انت يا جوجو، كل فتره كده بفتح اشوف فين جوجو فين جوجو، بتتاخر انت. ما أقدرش، أنت عارف إن أنا ما أقدرش. حبيبي يا جوجو. أخبارك إيه؟ كله تمام، وأخبار الدنيا في إنجلترا ومتابعتك للكرة في أوروبا ومقارنتها بالكرة الأفريقية خلال الفترة اللي فاتت، إيه رأيك؟ بس هو اقول لك حاجه، الافكار البطوله بتاعت افريقيا الاخيره دي لا فيها كوره بصراحه. بعيدا عننا يعني احنا، يعني في لسه بنعمل حاجات غريبه بصراحه الواحد بيشوفها، بس في فرق تانية سواء المغرب نيجيريا حتى السنغال. واضح ان الكوره بتتطور، الكوره الافريقيه بتتطور. وفي فريق زي المغرب يعني في كاس العالم اللي فات رابع كاس عالم، نيجيريا بمستواها ده مستوى ممتاز. فهي بطولة حلوة بصراحة، البطولة المرة دي حلوة. البطولة طبعًا ممتازة، وكان الكلام على إن في الlevels اللي وصلت له الفرق ال8 اللي وصلوا لمربع ال8 هم المرشحين، ما كانش في مفاجآت، إن فعلًا بيثبت إن الكرة الأفريقية بتتطور، إن لأ، ما بقاش في منتخبات سهلة زي الأول، فده أعتقد إن هو كان نجاح للبطولة الأفريقية على المستوى العالمي يعني. طبعا وفي ناس هنا اصلا بيتكلموا، كان في حد بيشتكي لحد انجليزي كان بيشتكي ان تغطية الافكون هنا مش منتشرة أوي، رغم إنها بطولة حلوة. يعني هو بيتابع شوية برضه. خلي بالك وجود صلاح ومرموش بتاعوا ليفربول السيتي فرايحين لمنتخبهم، فالناس عايزة تشوف الناس دي بتعمل إيه. فكان حد بيتكلم معايا يعني بيقول ان ممكن علشان الدوري الانجليزي هنا بيبقى شغال بس ده في الويكند بس، طب ليه ما بيجيبولناش الماتشات اللي بتتلعب كل يوم والحاجات دي. فقلت له اتكلم مع بي بي سي بقى، انا ماليش في القصه دي. طيب، إحنا هنتكلم سريعًا كده على مباراة مصر والسنغال، وأنا هاقول يعني انطباعاتي عن المباراة وعن كذا نقطة. أنا من البداية أنا ما كنتش مقتنع، وأنا قُلت في أكتر من فيديو إن أنا مش مقتنع بحسام حسن كمدرب لمنتخب مصر، له كل الاحترام كلاعب كبير ما حدش يقدر ينكر، هداف لمنتخب مصر، ولكن الحتّة التكتيكية والفنية مش عنده. ناس هتطلع تقول لك إحنا كسبنا كوت ديفوار، أنت كسبت كوت ديفوار لإن كوت ديفوار أولًا أنت خلال الفترات اللي قبل الماتش كوت ديفوار ما كانش حد فريق عارف إيه هوية المنتخب المصري، إيه التشكيل الأساسي اللي هو بيلعب بيه، إيه الطريقة اللي هو بيلعب بيها، فبالتالي لمّا أنت لعبت قدّام كوت ديفوار هو كان بالنسبة له مفاجأة إلى حدٍ ما التشكيل ده، ولكن لمّا جيت تطبّق نفس التشكيل قدّام السنغال خلاص أنت بقيت محفوظ. أنا كان في وجهة نظري إن أنت كان لازم تغيّر التكتيك والطريقة وما تلعبش بنفس الطريقة، وإنك تحاول تضغط على السنغال أول 20، 25 دقيقة بكل قوتك وأنت لسه fit، تقدر تحاول إن أنت تجيب أهداف، تقدر تحاول إن أنت تسجّل، ولكن لو أنت ما كنتش قدرت تعمل الكلام ده، خلاص كنت ممكن بعد كده بقية الشوط ترجع لورا، ولكن أنت ادّيته الاستحواذ من البداية، قُلت له اعمل اللي أنت عايزه، ده في وجهة نظري. أنت يعني هاسيبك أنت تتكلم وتقول، ولكن أنا هاستفيض في الكلام بعد شوية، بس هاسيبك أنت تعلّق على النقطة دي برضه. بص، هو اداء منتخب مصر طوال البطوله يعني كلها، انا شايف ان الناس كانت بتهاجم. يعني انا مش واحد متحامل قوي على حسام حسن ولا الجهاز الفني ولا على اللعيبه. احنا ما كناش متوقعين حاجه من المنتخب ده اصلا. يعني احنا رايحين البطولة والناس غالبيتها متوقعة يعني اخرنا دور 16 دور الثمانية لما نقول احنا عمل. بس ان احنا نوصل سيمي فاينال ده ادانا امل، والله ما احنا ممكن نروح، ممكن نكمل، ممكن نلعب. اللي حصل حسام حسن دخل البطولة دي اصلا قلقان. حسام حسن كان عليه ضغط ما يعلم بالله ربنا. بيتهيألي دي وجهة نظري، انا ممكن اكون غلطان، بس من وجهة نظري انا الراجل داخل حاسس السكاكين كلها مرفوعه له مستنياه ان هو يغلط علشان يمشي. وهو نفسه يروح يتدرب في مصر في كاس العالم. هو ده الهدف الاساسي، فعايز يخرج بيعمل كل اللي يقدر عليه، وده كان واضح. حتى بعد ماتش كوت ديفوار لما كان بيعيط بعد الماتش ولا القصص دي كلها بيحاول يمسك اعصابه، بيحاول يعمل. الراجل خايف. احنا الماتش بنين، انت كسبان 1-0، انت بترجع تدافع قدام بنين. ده مش مثلا علشان قدرات لعيبه ولا لا، ده هو قلقان، هو خايف يدخل فيه جول اي كلام. اي هجمه كده تروح تقوم داخله جون يخرج ولا حاجه،
فساعتها عارف إن هو مش هيكمّل وهيتعلّق له السكاكين وهيتقال حسام حسن فشل ومش فشل والكلام ده كلّه. فهو بيدخل الماتشات بيدخل خايف، بيدخل قلقان، عايز أأمِّن، عايز أأمِّن. خلّينا برضه نكون حقانيين، ماتش السنغال هم ماسكين كورة ال90 دقيقة، إحنا ما عدّيناش نُص الملعب، ما رُحناش، بقى خطأ. كان في حاجات ممكن تتعمل حتى نلعب بنفس الطريقة اللي بنلعب بيها دي، ولكن مثلًا نحُط حد كtarget man striker مصطفى محمد، يا سيدي أسامة فيصل، أي حد يلعب بدماغه طالما إحنا عمّالين بنلوّش الكورة دي، على الأقل حتى ينزّلها في الأرض، يعني ياخد واحدة 2 يجلّوا، إنما كل الكورة إحنا بس بنطفّش وما فيش حد بيعمل حاجة. ولكن كدفاعيًا إحنا ما جاش علينا فرص، إحنا ما جاش علينا هجمة خطيرة يعني. يعني ما فيش حاجة اللي هو ربنا بيكرمنا والكرة بتطلع في العارضة تخبط في العارضة، الشناوي يشيل انفراد، ما فيش الكلام ده. الكرة كلها اللعب قدام منطقة جزاءنا، إحنا طبعًا مستائين، إحنا عايزين نهاجم وإحنا عايزين نلعب وإحنا عايزين نعمل والكلام ده كله، ولكن بقى لنا فترة كبيرة أوي ال2010 طريقة اللعب دي مش هتمشي معانا، مش نافعة معانا. إحنا كل لو هاقول نجاحات عملناها في الفترات الأخيرة دي كان بأسلوب اللعب ده. low block قفّل من ورا، العب دفاع وحاول تلعب على الهجمات المرتدة، على التحولات الهجومية، سواء مع كارلوس كيروش، سواء مع هيكتور كوبر. ولكن كوبر وكيروش أعلى كتير طبعًا، فنيًا أعلى كتير. فالتحولات بتاعتك كان في طريقة معينة بنعملها بيها، فكان علشان كده ممكن يبقى لينا شكل والله ده إحنا رُحنا بهجمة، رُحنا بهجمتين، خطفنا جول، عملنا كذا، كذا. مع حسام حسن في الماتش ده بالذات هو السنغال مختلف عن كوت ديفوار. لعيبة كوت ديفوار بتحسّهم أسرع، بتحس إن في ديناميكية أكتر، بيتحركوا أكتر في الملعب غير لعيبة السنغال. السنغال هاديين وراسيين. فمع كوت ديفوار ربنا كرمك بالجول بتاع مرموش في أول 3، 4 دقايق، خفِّف الضغط شوية عن المنتخب، ادّانا روح أكتر، جِبنا جول بعد كده من كورنر، فالموضوع بقى أهدى أكتر والدنيا أحسن بكتير. فالدنيا مشيت. مع السنغال ما حصلش الكلام ده، ولكن كان ممكن تحصل. يعني كورة كوليبالي اللي خد فيها إنذار دي لو كان خد فيها طرد الماتش كان هيتغيّر. اللعيبة في ماتش السنغال ما كانتش بنفس مستواها في ماتش الكوت. إحنا مش عايز أقول لعيب بعينه يعني، ولكن إحنا شوف كام miss pass بتعمل، مش عارفين نعمل 3، 4 باصات على بعض. اللعيبة، وأنا أقول تريزيجيه ومحمد هاني بالذات، الاتنين اللي بيلعبوا اللي المفروض هيفتحوا الملعب في حالة إن إحنا معانا الكورة، الكورة رايحة قدّامه، الكورة رايحة قدّامه بدل ما ياخد أول لمسة ويطلع لقدّام، أول لمسة بالنسبة له بيوقّف الكورة، تاني لمسة بيرجع على ورا. كتير، كتير كل مرّة، تقريبًا كل مرّة نفس الكلام بيحصل. ما فيش لعب على قدّام، مش عارف هل ده مثلًا عشان مش عنده ما فيش حد إن هم يسندوا عليه، ولكن ما صباح ومرموش هناك، حطها له في رجله واجري طيب. ادخل على جوّه يعني. فاللعيبة بصراحة برضه أنا شايف إن باحمّلهم جزء في ماتش السنغال، ما كانوش في نفس المستوى اللي كانوا عليه في ماتش كوت ديفوار، أيًا كان السبب بقى. ولكن إجمالًا بعيدًا عن الأداء، أنت وصلت semi final ما كنتش متوقع ده. في حاجات كتير محتاجة تتضبط، طبعًا في حاجات كتير محتاجة تتضبط، محتاجة تتغيّر، لعيبة كتير محتاجة تتغيّر بصراحة. خصوصًا مثلًا الضغط يبدأ يقل شوية عليه. خلاص دلوقتي ماشي يا عم، قال له أنت اللي هتروح كأس العالم، فيبدأ ياخد نَفَسه شوية، يبدأ الفترة اللي جاية دي يفكّر يتعمل له ماتشات ودية، يجرّب لعيبة تانية، يجرّب tactics تانية وربنا يكرم. بس فده إيه رأيك؟ أنا معاك في اللي أنت قُلته كلّه في حاجات كتير، ولكن هارجع لنقطة مهمة جدًا وأنت قُلتها، وهي دي أنا في وجهة نظري هي زي ما بيقولوا كده هي مربط الفرس. مربط الفرس إن أنت بتقول إن إحنا من 2010 لحد النهارده جرّبنا مدربين كتير، جرّبنا طرق لعب مختلفة، ولكن الأغلب اللي كان يعني تقدر تقول إن منتخب مصر بقى ليه هوية خلال ال15 سنة اللي فاتوا هي الطريقة الدفاعية، سواء مع كيروش، سواء مع شوقي غريب، سواء مع حسام البدري، سواء مع أجيري، سواء مع حسام حسن، أو فيتوريا، كلّهم كانوا بيعتمدوا على التحولات. وكوبر فكرة الضغط إن أنت هأمِّن ورا وأنا هاعتمد على التحولات وأروح أجيب جول. وده ياخدنا للنقطة في المنظومة. المنظومة من 2010 اتغيّرت.
المنظومة من 2010 اختلفت تمامًا، وأصبحت في حاجات كتير بتأثّر على الكرة المصرية، منها إن أولًا ما بقاش في جماهير في الملعب، ودي أكبر حاجة سلبية أثّرت على اللعيبة. هاقول لك ليه، في وجهة نظري برضه إن أنت خلال ال15 سَنة دول طلّعت نشء من اللعيبة اتعوّد إن هو يلعب، ما فيش عليه ضغط، ما فيش عليه تحمُّل مسؤولية، مش حاسس بقيمة إن يبقى لاعب كورة تحت ضغط زي ما كانت قبل كده في أيامنا وعصورنا لمّا كنا بنشوف الماتشات بتاعة الأهلي والزمالك والضغط اللعيبة والكلام ده كله. دي النقطة. النقطة التانية، تولي المسؤولية بتاعة اتحاد الكورة أو المنظومة الرياضية في مصر لنفس الفئات اللي ما بتتغيرش، نفس الفئات اللي هي اللي قاعدة هي على كراسيها، اللي كل مرة بتقدم نفس المستوى بنفس الخطة بنفس الأسلوب، ومحدش بيعمل لها حاجة، من هاني أبو ريدة، من أحمد مجاهد، من جمال علام، من شوبير وحازم إمام وبتاع، إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اللي كان في وقته إخفاقات كتير، وهكذا، وهكذا أحمد دياب والرابطة. كل الناس دي اللي كانت ما بتقدّمش للمنظومة الرياضية أي شيء، ولكن مستمرة في عملها، وده خلال ال15 سنة ضيّع حاجات كتير. ظهور مدربين معهاش أي رخص تدريبية، وأنت راجل مدرب وعارف إن لازم عشان تبقى مدرب يبقى معاك رخصة على الأقل الفيفا B، ما يبقاش الPro، إحنا ما بنتكلمش على الPro. بتتكلم إن أنت بقى عندك دايمًا في قطاعات الناشئين حاجة اسمها قطاعات الناشئين الاستثماري، إن واحد عايز يلاعب ابنه بفلوس، فبيروح ياخد فلوس، والاتحاد الكورة بياخد عليها فلوس وبيكمّل وبيلعب كورة. ما بقاش في مدارس الكورة بتاعة زمان، ما بقاش في الكشافين بتاعة زمان. كل الكلام ده يا جماعة أثّر على 15 سنة ضيّعت الكورة في مصر، وخلّت لعيبة بتلعب النهارده بتاخد بال100.000.000 وال50.000.000 وال60.000.000. أنا في وجهة نظري ما كانوش يستحقوا، لإن الجيل اللي قبليهم، الجيل الذهبي بتاع تريكا ومتعب وبركات ووائل جمعة والحضري والناس دي، كانوا فنيًا أعلى بكتير، مهاريًا أعلى بكتير، وعندهم رجولة أكتر من الناس اللي موجودة، عندهم تحمُّل مسؤولية أكتر من الناس الموجودة، لإن هم كانوا حاسين بقيمة الشعب أو قيمة الجماهير اللي بتيجي من وراهم أو بتيجي وراهم في المدرجات علشان تروح تشجّعهم. أعتقد أنت فاكر ماتش مصر والجزائر لمّا كنا في الاستاد بتاع 2010 بتاع كأس العالم، وكلّنا في آخر لحظة لمّا الجون جه في الدقيقة الأخيرة، ومهاب لمّا كان عمّال بيقول لنا: "يا جماعة هنجيب الجول، هنجيب هييجي جول، هييجي جون." وقعدنا والجماهير الإحساس ده اللعيبة دي ما خدتوش، بتتكلّم في 15 سَنة. المغرب النهارده للي هي وصلت له بتعِد الكلام ده من 2009، يعني almost من نفس الوقت، فعشان تحصد الثمار بتاعة الكلام ده تاخد لك وقت كبير. فإحنا النهارده بنتكلّم على 15 سَنة إحنا ضيّعناهم، غيرنا اتقدّم فيهم. الفرق الأفريقية بقت تبعت اللعيبة بتاعتهم الصغيّرة تروح مدارس الكورة اللي بتروح أغلبهم في فرنسا بحُكم اللغة، بيلعبوا كورة هناك وفي درجات ممكن تالتة ورابعة علشان يتمرّن ويتعلّم ويكبر واحدة، واحدة. أنت النهارده موقف زي اللي بيحصل النهارده، الأهلي مثلًا عنده لاعب زي حمزة عبد الكريم، برشلونة عايزه، هو مش هيلعب في first team، هيلعب في الsecond team أو برشلونة أتلتيك، ولكن هيكتسب خبرات. الأهلي عمّال بيفاضل ما بينه وما بين سيراميكا كليوباترا. أنت متخيّل؟ قمة التهريج. يعني يعني قمة التهريج يا جماعة إن إحنا نبقى عندنا لاعب عنده 17 سَنة والّا 16 سَنة جاي له عرض من برشلونة علشان نطلّعه يحترف ويبدأ ياخد المشوار بتاعه واحدة، واحدة. ما أنت أكيد أنت يعني مش هتطلّعه من أول يوم تاخد فيه $100,000,000 و100,000,000€ والكلام ده كُلّه. ما تدّي له يقعد سَنة والّا 2 يكتسب خبرات، وبعد كده يبدأ يفيد المنتخب. بس كُلّه بيفكّر في الbusiness، كُلّه بيفكّر في السبوبة، كُلّه بيفكّر أنا هاخد إيه من وراه. وده للأسف هو اللي بقى سيد دلوقتي، بدليل تاني كل قطاعات الناشئين بقت استثماري، وبقت الناس بتدفع بال15 وال20 و35 ألف جنيه عشان ولادها تلعب كورة، وهُم ما عندهمش المهارة. واللعيبة اللي عندها المهارة ولكن ما عندهاش الإمكانيات المادية للأسف ما بيتمش البحث عنها. هي أصل الكورة مش فهلوة، ولو مشيت معاك مرة مش هتمشي التانية. هي دلوقتي في أبجديات وحاجات لازم إنها تتعمل علشان تقدر تبني فريق قوي. ألمانيا علشان تاخد كأس العالم اللي خدته ده في 2010 ولا 2014 بتعد الفريق ده من قبليها من 10 15 سنة. وكان المسؤول عن المشروع هو يواكيم لو، وفضل معاهم، وكان ده التارجت بتاعهم. سامي غديرة ده جايبينه من وهو عنده 6 سنين، مسعود أوزيل من وهو عنده 7 8 سنين. المغرب
علشان توصل اللي هي وصلت له ده. خلي بالك ان المغرب فيه حاجه مش بس على مستوى الفيرست تيم، المغرب فريق الناشئين بتاعهم ولا الفريق التاني ده واخد كاس عالم، ده واخد كاس عالم. برضه القصه مبنيه بقى لها 10 15 سنه، اكاديميه محمد السادس واللعيبه اللي طالعه منها. بالاضافه ان هم ركزوا زي ما انت قلت على المدربين، ان لازم ان المدربين دي تاخد كورسات، لان الكوره بتتغير. الكوره بتتغير كل سنتين ثلاثه، بيطلع اساليب جديده في التدريب، في التغذيه. والله لسه الصبح قاري حاجه كده ان موضوع حاجه بالهرم الغذائي متغير، حاجه كده يعني، مكان ما كنت لسه صاحي وشفته بس ما قريتوش لسه يعني. بس فكل حاجه بتتغير. احنا للاسف احنا ماشي عندنا بالفهلوه كده. اللي هو ربنا يكرم. يعني انت ما فيش تركيز على على الناشئين. ما اعتقدش، مش عارف يعني بصراحه اذا كان عندنا اكاديميات بجد ولا لا. موضوع الكورسات، علي ماهر من قيمه سنتين، علي ماهر مدرب كويس يعني، بتشوف النتائج وبتشوف اللعب. من قيمه سنتين مش فاكر كان ماسك مين، هم عمالين بيغيروا، كان ماسك مين بيلعب في بطوله افريقيا، والراجل قاعد في المدرجات مش عارف ان هو يقعد في المنطقه الفنيه علشان معهوش اللايسنس اللي المفروض يقعد بيها. انا مش عارف هل المفروض اتحاد الكوره هو اللي يجيب المدربين ويجيب الكورسات دي والسيرتيفيكتس دي عشان الناس تاخدها ولا لا. انا اشك ان في حد عندنا غير مثلا حسن شحاته، لان عرفت ان كانت جات له دعوه من المغرب انه يروح ويعمل اليويفا برو، والكلام ده كان بعد ما خد افريقيا 2010. تمام. الرجراجي المدير الفني بتاعهم كان معاه في نفس الكورس، فالناس دي عدوها من فتره كبيره، علشان احنا عايزين في ظرف 10 12 سنه ان احنا نقدر ننافس او نوصل لمركز معين، او عندنا تارجت معين. احنا المشكله اللي احنا بنعملها على طول، غير المدرب، هات مدرب تاني. لا قصه مدرب ولا قصه لاعبين موجودين حاليا. ده مشروع المفروض يتبني من فتره كبيره. احنا متاخرين، ومال ماشي، متاخرين، بس المفروض نبدا. ادينا شفنا دلوقتي المستوى بتاع الفرقه الافريقيه، انت بتدافع قدام بنين. في ناس ما نتكلمش عن القصه دي يا جدعان، بس القصه دي مؤلمه. انت بتدافع قدام بنين، دي اللي ممكن تنزل، المفروض يعني على حسب التاريخ وعلى حسب والكلام ده كله، تنزل تديها 3 4 مرتاح مرتاح. انت بتدافع قدامه، انت بتلعب زيمبابوي المفروض، ولا كان مين الماتش التالت بتاعنا؟ انجولا. ولا انجولا. انت بتلعبها بالاحتياطي وطالع 0-0 وبتتكلم، انت برضه المفروض تنزل الاحتياطي بتوعك دول المفروض يكونوا احسن من الاساسيين بتوعك. المفروض يعني، المفروض اللعيبه بتاعتك في يعني الناس بتهاجم مثلا محمد صلاح، بيقول لك صلاح ما بيعملش اللي المفروض يعمله مع المنتخب، بيعمل مع ليفربول اكتر. طبعا بيعمل مع ليفربول اكتر لان الاي كيو بتاع اللعيبه اللي حواليه اعلى. فالراجل لما بيستلم الكوره عارف ان في حد هنا، في حد هنا، لما بيستلم انا بستلم وظهري للجول، في مش عارف مين بيتحرك لي، فانا هاخد اللمسه هنا وبعدين هلف وسط واعمل مش عارف ايه. عندنا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انا باصي الكوره وواقفين، ربنا ييسر الحاجه، هو هيتصرف. 3 4 دخلوا عليه وداخلين عليه مرتاح، لان محدش بيحاول ان هو يجري من وراهم اصلا. فبياخدوا منه الكوره، فطبيعي ده هيحصل. هي طبيعي ده هيحصل. هي منظومة كاملة. حاجه تتبني من بدري. انجلترا في الفتره دي، انت عارف الدوريات اللي هو بتاعت الناشئين والحاجات الصغيره ومش عارف ايه، تحت 7 سنين، تحت 8 سنين، 7 و8 سنين، بيلعبوا 5v5، 5 ضد 5. حلو. من السنه الجايه الموضوع ده هيتغير وهيخلوهم يلعبوا 3 ضد 3. هيقللوا بدل ما الشوط مثلا 20 دقيقة، لا الشوط هيبقى حوالي 15 دقيقة أو 12 دقيقة، ويلعبوا 3 ضد 3. طب إيه السبب اللي أنت بتعمل الكلام ده؟ قال لك عشان عايزينهم يلمسوا الكرة كتير. لما بيبقوا 5 اللعيب بيلمس الكرة في الماتش مثلا حوالي مثلا يعني 10 مرات. إنما لما هي 3 ضد 3، التكنيك بتاعه هيبقى لمس الكرة كتير. الجواب ده مبعوت لنا من إمتى؟ مبعوت من سنة ونص. بعد سنتين هنعمل كذا. ففي اوريدي بلان محطوطه. طب وليه احنا عايزين نحسن؟ احنا شفنا دلوقتي، ودي الطريقه اللي كانت متبعه، ده اللي قالوه انا ما اعرفش، بس دي الطريقه اللي قال لك اللي هم متبعينها في اسبانيا وهولندا. علشان كده تلاقي اللعيبه الاسبان او اللعيبه الهولنديين التكنيك بتاعهم اعلى من اللعيبه الانجليز. بس على معدل اعمار حمزه عبد الكريم ده انت بتقول 17 سنه، وفي الاهلي هل له ماتشات اساسيه مع الاهلي؟ هل هو اساسي في الاهلي في الفريق الاول؟ انا ما اعرفش، انا مش متابع والله. لامين يامال عنده كام سنه؟
16 17. بيلينغهام عنده كام سنة؟ 22 23. ساكا، بوكايو ساكا، اللي بقاله كذا سنة أحسن وينج يمين في الدوري الإنجليزي. بوكايو ساكا ده 23 سنة 24 سنة وبيلعب تقريبا من أيام ما كنت أنا في يعني ده أي حاجة كده يعني، من زمان بتسمع الاسم وعارف إن هو موجود. موضوع السن ده سيبك منه خلاص، ما نقولش بقى لعيب صغير. احنا هنا عندنا بيقول لك اللعيب ده لسه 23 سنة 24 سنة، ده لسه صغير في السن. صغير مين يا قمر الدين؟ ما فيش في الكلام ده، ما فيش في الكلام ده. هو هو مشروع محتاج يتبني. المسؤولين بقى المفروض ان هم يخططوا، ينتبهوا لحاجه زي كده ويخططوا ليها، او نفكنا من القصه دي خالص. يعني يا كده يا يمين يا شمال، انما قصه يا مسهل الحال وكل مره دم محروق وحاجات كده، ده بصراحه وجع دماغ، وجع قلب، ملوش لا لازمه. و وهو ده اللي أنا رغم ان انا واثق ان احنا عندنا مواهب كتير قوي، ولعيبه ممكن تبقى ممتازه، ولعيبه تبقى ممتازه، ونسهل الانديه شويه بقى، تسهل ان اللعيبه تطلع بره طالما انت ما عندكش البنيه الاساسيه انك تدي التكنيكس الصح للعيبه الصغيره، للناشئين الصغيرين. ما عندكش المدربين الكويسين اللي يقدروا يعلموهم صح، سيبهم يطلعوا بره. واحد يجي له عرض من اي فريق في بلجيكا، ما تقوليش الدوري المصري اقوى وفي مع الاهلي ولا مع الزمالك هيلعب بطوله افريقيا وهيعمل ومش هيعمل. ما احنا بنشوف النتيجه في الاخر عامله ازاي. سيبه يطلع، ولكن برضه من كل 10 لعيبه ممكن هتلاقي لعيب واحد، من كل 100 لعيب هتلاقي لعيب ولا اتنين عنده العقليه ان هو يطلع بره. لان برضه غالبيه اللعيبه، خلينا نبقى متفقين، انا ايه اللي يوديني ويشحططني ويبهدلني يا عم؟ انا قاعد هنا في مصر ملك، هم تدريب ساعتين ثلاثه وبمشي في الشارع الناس كلها بتترمي على العربيه عايزه تتصور معايا. فبرضه في عقليات، فلازم ان احنا نشوف عقليه اللعيب. بيب جوارديولا لما بيجي يطلع لعيب من الاكاديميه بيقول لك انا ما ببصش هو كويس ولا لا، انا عارف ان هو كويس في الكوره، ولكن انا ببص على ستايل لعبه وعلى المينتاليتي بتاعته. هل هيقدر يستحمل الضغط هو لما بيبقى عنده 16 17 سنه؟ مش هيلعب مع لعيبه في نفس السن، بس لما يطلع يلعب مع الفريق الاول هيطلع يلعب مع ناس، مع رجاله كبار متجوزه ومخلفه. فهل هو المينتاليتي بتاعته انه هيقدر ان هو يكمل؟ فاحنا برضه لازم نختار اللعيبه عندها مينتاليتي، يديها الاساسيات الصح، ونشوف النتيجه بعد كده. فده ما بيحصلش في سنه ولا اتنين ولا في ثلاثه، ده لازم يبقى مشروع قومي كبير بيتعمل في 10 12 سنه، ويبقى الهدف منه مثلا ان احنا كاس عالم 20 دلوقتي في 2026 2040 ولا 2042، ان احنا نروح بمنتخب قوي كويس. مش هقول لك ناخد كاس العالم، رغم ان ليه لا يعني ما نروح وناخد كاس العالم، ولكن مثلا نوصل لمراحل متقدمه، دور 8 دور 4، ناخد ميداليه زي المغرب ما عملت. انما بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها دي ما فيش بقى حاجه تحصل يعني. توقعاتك بكرة ماتش مصر ونيجيريا؟ يعني هي اقوى لو لعبت الفريق الاساسي ولعبه ماتش الثالث والرابع ده عموما بيبقى حاجه كده، شيء شرفيه يعني، حاجه كده شرفيه اللي هو العبوا يا اولاد، فاهم؟ ايا كان يعني هو السيمي فاينل تمام، والماتش الاهم ماتش المغرب ويس. يعني إحنا حاولنا النهارده نتكلم مع الناس بس نوضّح نُقط معيّنة في خلال فكرة إن الكورة يا جماعة مش بس ماتش إحنا خسرناه ونبدأ بقى نعيد نفس الكَرّة تاني. لو إحنا هنمشي بنفس الأسلوب اللي بقى لنا 15 سَنة بنمشي بيه وبقى لنا سنين بنعمله هو، يبقى ما أعتقدش إن هيبقى في أي نوع من أنواع التغيير، أي نوع من أنواع الفايدة اللي هتحصل، ولكن التغيير لازم يحصل بأُسس علمية، ناس دارسة. ناس عندها الكوادر وعندها الabilities والpotential إن هي فعلًا تمسك أماكن، عندك محللين أداء كتير جدًا، عندك مدربين كُفء كويسين جدًا، ولكن أنا في وجهة نظري إن لازم يخرج قرار من الاتحاد إن أي مدرب قطاع ناشئين بقى صغيرين كبار ما يمسكش تدريب أو يبقى مسؤول عن تدريب إلا لمّا يبقى معاه رخص تدريبية زي ما موجود عندك في إنجلترا، زي ما موجود في كل حتة. أنت مستحيل تشتغل في أي مكان إلا لمّا يكون معاك رخص تدريبية، وليفلات معيّنة، وعدد ساعات معيّنة بالتدريب، في أُسس، لكن هنمشّيها بالفهلوة وبتاع يبقى ما ننتظرش أي تغيير. يعني ده إحنا حاولنا ندردش كده مع الناس يا مصطفى بحيث إن الناس تبقى برضه يعني
بنتكلم مع بعض. أنا في الآخر إحنا يا جماعة إحنا منكم، يعني إحنا في الأول وفي الآخر إحنا مشجعين كورة، لعبنا كورة قبل كده، والراجل ده مدرب محترف دلوقتي برّه، ودي حقيقة إحنا مش يعني مش بنقول أي كلام، بنقول باللي إحنا شُفناه وباللي إحنا اتعلمناه في حياتنا، سواء لمّا كنا بنلعب أو لمّا درسنا، والراجل ده كمان درس وهو بيدرّب كمان ودي شغلته دلوقتي، فإحنا بنحاول نقول الكلام الصح. لكن هنمشي بنظام الفهلوة بقى وأنا جامد وفُكّك وأنا لبست شورت زي ما أنت قُلت ونزلت ضربت، ده أنا كنت بالعب في النادي الأهلي والّا في نادي الزمالك وخدت لي مش عارف كام بطولة، ده أنا الكوتش اللي ما فيش منّي، يبقى على الله ما فيش حاجة هتحصل. خير يا مصطفى، إحنا مبسوطين النهارده في اليوم اتكلّمنا معاك وفضفضنا مع الناس، وإن شاء الله يبقى في دايمًا حلقات ما بيننا مع بعض، وممكن نعمل بُكرة حلقة والّا حاجة بعد ماتش مصر ونيجيريا لو حابب، أو ممكن نبقى نتكلّم بعد كده بقى على الدوري الإنجليزي ونرجع تاني لليفربول والقصة دي، خلّينا نشوف. إن شاء الله. حبيبي يا ملحلح، أشوفك على خير إن شاء الله. ماشي يا باشا. مع السلامة ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.